السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. الاقتراح اليوم غادي نقترح عليكم باستيشيو بالكفته، كيجي ساهل وزوين بزاف، لذيذ وكيوجد في ساعته، كيتقام اقتصادي احسن من انكم تاخذوه جاهز كتوجديه في دارك وتعرفي شنو ديري فيه. مهم خليكم معايا نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. على بركه الله خديت واحد المقيله اللي درت فيها شويه ديال الكفته اللي كتبقى على حسب الذوق، وزدت عليها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. غادي نضيف كذلك شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاحمر. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الكمون، وغادي نزيد واحد القريصه ديال الزعتر. غادي نضيف كذلك شويه ديال الحار اللي ممكن الاستغناء عليه ما كنتوش كتفضلوه، وغادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال الصوجه. وغادي نحرك الكفته ديالي حتى تذوب ليا، انا درتها جامده صافي. غادي نحركها مزيان حتى كتنزل ليا وكتشحر، وغادي نضيف عليها واحد الحبه ديال البصيله صغيره صافي. هنايا راه بسهوله دغيا كتذوب. غادي نضيف عليها هاد الحبه ديال البصله صغيره مشلضه هكذايا، وغادي نحركها مزيان حتى كتشحر ليا مزيان داك الكفيته وكتنزل صافي. هنايا كما لاحظتوا معايا الكفته ديالنا راه نزلات ووجدات صافي. غادي نطفي عليها النار وغادي ندوزو باش نوجدوا باقي المكونات. هنايا خديت طبعا الفريت اللي قليتها هكذايا في الزيت. ممكن الا ما كنتوش كتفضلوها هكذا مقليه ممكن ديروها في الفرن، يعني ديروها في الفران صافي. انا الفريت ديالي هنا قليتها. المهم قبل لا نقليها راني درتها تقريبا 30 دقيقه في المجمد حتى كتجمد، وكنقليها. هاد الطريقه كتجيني سهله وما كتجيش هزه الزيت بزاف صافي. هنا غادي ندوز باش نوجد البيشاميل ديالي. هنايا درت واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، وزدت عليهم 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض اللي ممكن تعوضوه بالنشا. وهنايا كنبدا نضيف الحليب نصف لتر تدريجيا، وكنضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر، وزدت واحد الورقه ديال الغار او سيدنا موسى اللي كتبقى اختياريه يعني للتنسيم فقط صافي. هنايا كيتغلى لينا الحليب وكتعقد الصلصه. غادي نطفيو عليها النار وصافي. هنايا غادي ندوز باش نوجد الطبق ديالي لان المكونات كاملين هما وجدوا معايا. هنايا عندي شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج الاحمر كيجي المذاق ديالو افضل. مهم كيبقى لكم الاختيار صافي. هنايا كما لاحظتوا المكونات كاملين واجدين. وهنايا خديت هذا الطبق او هذا الطويجن اللي غادي نقدم فيه هاد الوصفه هذه صافي. هنايا خديت شويه ديال الصلصه اللي غادي نضيفها هكذا في الاسفل كقاعده، وغادي نضيف عليها شويه ديال الفريت. هنايا ممكن انكم تخلطوا المكونات قبل وتضيفوهم مباشره، او ممكن تضيفوا يعني المكونات هكذا تدريجيا كما كتلاحظوا معايا. انا حاولت نديرهم كما كيوجدوه هكذا الجاهز او اللي كناخذوه معنا برا صافي. كما كتلاحظوا معايا هنايا وضعت الفريت. غادي نضيف عليها شويه ديال الكفته. انا الكفته ديالنا اللي وجدنا غادي نضيفها، وغادي نزيد كذلك هنايا عندي شويه ديال لادان فيمي اللي ممكن تستغناو عليه او ممكن تعوضوه بشي حاجه اخرى اللي بغيتو. انا هنايا درت الطبق ديالي بالكفته، ممكن ديروه بلادان بالدجاج يعني اللي بغيتو صافي. كنزيد شويه ديال الصلصه من الفوق او البيشاميل، وكنزيد شويه ديال الفرماج صافي. كناخذ داك الفرماج اللي عندي وكنضيفوه من الفوق هكا. كنستمر بنفس الكيفيه يعني كنعمر داك الطويجنات كاملين اللي عندي وصافي. كندخلوه للفرن باش يذوب لينا داك الفرماج وكياخذ داك اللوين هكا محمر، ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه.
صافي هنايا انا عمرت بنفس الطريقه، يعني عمرت 4 ديال الطويجنات. على كيبقى على حسب الافراد، ممكن ديروا واحد المول اللي هو كبير. انا هنايا فضلت نديرو بشكل فردي، يعني كل واحد ياخذ الطويجن ديالو. هنايا عمرت الطويجنات ديالي صافي كندخلهم الفران، ومن بعد نبقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. من بعد ما دخلتها الفران هي راه مازال سخونه، كتجي بنينه بزاف ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها لانها كتستحق التجربه، وكنتمنى انكم تشجعوني. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بداك اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا. فكنتمنى الفيديو انه ينال الاستحسان ديالكم. فقط واحد الملاحظه صغيره، كنلاحظ انكم كتبخلوا بزاف عليا بداك لي جيم، ما عرفتش علاش. داك لي جيم فقط للتشجيع، وكتساعد داك الفيديو باش انه يزيد يطلع ويشوفوه ناس اخرين. فكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بها، وشكرا الجزيل لكم. كنتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاستحسان ديالكم. الى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.